كان في شاب شغال في قهوة صغيرة، وبالليل بعد ما نظف الترابيزات وقفل الأبواب كانت الساعة قربت على الفجر، وكان حاسس بتعب شديد وعايز يروح بسرعة. وكان قدامه طريقين، طريق طويل بس أمان، وطريق أقصر بس لازم يعدي فيه من قدام المقابر والمشرحة. أخد نفس عميق وقال لنفسه خلاص بقى نمشي السهل، أنا مش قادر. الشارع كان هادي بشكل يخوف، النور كان ضعيف والدنيا ضلمة. وفجأة لمح راجل عجوز لابس جلابية بيضة، دقنه كانت طويلة وبيضة زي التلج. وكان كل ما الشاب يخطي خطوة الراجل بيقرب وبيطول أكتر، ومرة واحدة لقى نفسه محاصر بين 4 حيطان قافلين عليه هو والعجوز. والشارع اختفى، العجوز عينه اسودت وجسمه كان بيطول بشكل مرعب. الشاب قلبه كان هيقف، بس بسرعة بدأ يقرأ آية الكرسي بصوت عالي، وكان كل ما يقرأ الراجل يقصر لحد ما اختفى خالص. وفجأة الحيطان كلها وقعت والشارع رجع زي ما كان. وهنا جري الشاب وهو بيترعش وعيونه مليانة دموع من الخوف لحد ما وصل بيته.